واش عمرك شميت ريحة الموت وانت باقي حي؟ ماشي الموت ديال الجسد، ولكن الموت ديال الرغبة. ملي كتولي ريحة البيت عندك بحال ريحة الغبار القديم، واللون ديال الحيط كيبان ليك بحال شي كفن مصبوغ بالرمادي. انا عشت تما، في ديك الحفرة اللي ما عندهاش القاع، وتلاقيت مع الوحش اللي ساكن في الاعماق ديال روحي، وهدرت معاه وتصارت معاه، وفي الاخير ركبت عليه. شدوا راسكم مزيان، حيت هذه ماشي قصة عادية، هذه رحلة في أعماق الظلام باش نخرجوا الضوء ديال الشمس. كان البيت عندي هو العالم ديالي، ولكن في نفس الوقت كان سجن بلا قضبان وبلا حراس، من غير داك الوحش اللي ساكن في الدماغ ديالي. والحيط ديال البيت كان مصبوب بواحد البيض موسخ، ومع الوقت وبسبب قلة الضوء ولا كيبان لي رمادي. والحيوطة تاع هاد البيت بحال الا كيطيحوا عليا شويه بشويه باش يسحقوني. كنت كنجلس لساعات طويله وظهري مقوس، وعينيا لاصقين غير في واحد الشق صغير كاين في السقف. وكنت كنبقى نتخيل داك الشق كيكبر وكيتفرع بحال شي طريق مسدود، اولا بحال شي قبر كيتفتح فوق راسي. وريحه البيت، وعلى ريحه البيت، ما كانش غير ريحه عاديه، كانت واحد الخليط كيخنق من ريحه الغمل اللي واكل الجناب ديال الحيط، والعفن ديال القهوه البارده اللي نسيتها ايام وايام فوق الطبله حتى ولات مصوفه. كانت تم الريحه ديال الخمول، وواحد الريحه حامضه ديال الحوايج اللي ما تبدلوش سيمانات هادي، والريحه ديال الجسم اللي فقد الرغبه حتى في الدوش. كنت كنحس باللي الاكسجين ثقيل، على الا كان نستنشق الرمل، وكل نفس كياخذ مني مجهود كبير. اما في الليالي ديال الشتاء، ملي كتبدا الشتاء تصب، العالم برا كيحتفل وانا لداخل كنموت. كان الصوت ديال الشتا فوق السطح كيجيني بحال شي ضربات ديال المطارق فوق تابوت خشبي كيتحكم وكيتزير الاغلاق ديالو ليا. الناس كتجيهم الشتا رومانسيه، كيشربوا عليها اتاي، كيشوفوا من الشرجم وكيتمنظروا، وانا كتجيني بحال الدموع ديال السما كتهبط باش تغسل الكنازه ديالي وانا باقي حي. وباش توضح لكم الصوره مزيان وتعرفوا كيف داني هاد الشيء، غنرجعكم معايا شويه اللور، وبالضبط فاش بدات المراهقه عندي، حيت هاد الشعور بداني في المراهقه ديالي، وبالضبط فاش طلعت الكوليج. اما في الطفوله ديالي كنت عايش السعاده ديال بصح، كنت كنضحك كنلعب وكندير مغامرات، وديك الساعه ما كان لا تليفون لا والو. كنت كندوز وقتي غير بالبي والطرومبيه والكاري اللي هو الجباد. الصراحه كنت عايش قمه السعاده، وخصوصا مع التلفازه سبيسون وداك العالم ديال الرسوم. الصراحه الحياه كان عندها طعم اخر، حلو بحال العسل. ولكن في المراهقه ديالي داك الطعم الحلو ولا مر بحال القطران. وكنت واحد الشاب ما عنديش حقي في الزين، خلق الله ما عندي ما ندير. كنت شاب سمر شويه وطويل ورقيق، ولا عضلات لا والو، بحال الهيكل العظمي، وزيد عليها حب الشباب، وحتى اللحيه اللي كتعطي جمال يا الراجل ما كانش عندي. وملي كنت كنشوف وجهي في المرايه ما كنحملش راسي، وهنا بديت كنفقد الثقه في راسي. المراهقه هي هادي، كان التفكير محدود، الواحد كيبقى يفكر غير في الشكل ديالو. وحتى انا تمنيت نكون شاب بملامح زوينه، وحتى انا يبغيوني الناس، ونحس براسي راني مهم عند شي واحد. وهنا شويه بشويه غادي يبداني الاكتئاب. ما كانش عندي شي انذار، ما كان حتى شي صوت كيقول لي رد بالك، راه شي حاجه جايه. الاكتئاب ما دخلش لحياتي بحال العاصفه، لا بالعكس، دخل بحال شي ضيف ثقيل جلس وما بغاش يمشي. في البدايه كنت كنظن غير تعب خفيف وصافي، كنفيق في الصباح كنحس براسي مهلوك، ولكن كنقول عادي غادي يدوز. ولكن ما داش، وكل نهار كيولي تقل من اللي قبل، حتى ولا الصباح هو اصعب حاجه في نهاري. كنحل عيني وكنحس بحال الى شي واحد حاط جبل فوق صدري.
وفين ما كنوقف قدام المرايا ما كنتش كنشوف غير وجهي، كنت كنشوف النقص، حب الشباب وملامح ما عجبانيش، جسم عادي بلا عضلات. ولكن المشكل ما كانش في هادشي كامل، المشكل كان في داك الصوت اللي كيدوي لي وسط راسي: راك ما زوينش، راه حتى وحده ما غادي تعجب بيك او لا تقبل بيك. ومع الوقت ما بقيتش كنشوف راسي، وليت كنصدق داك الصوت. في داك الوقت كلشي كان كيتبدل، صحابي ولاو كيدخلوا في العلاقات، كيضحكوا، كيتقربوا من بعضياتهم وكيتبدلوا. اما انا كنشوف غير من بعيد. كنضحك معاهم، ولكن من الداخل كنت بعيد بزاف. حتى وليت كنتهرب من التجمعات، من الهضره، وليت كنهرب حتى من راسي. والغريب هو انا ما كنتش هكا، كنت واحد الطفل نشيط، كنجري، كنضحك، كنقلب على المغامرات. ولكن داك الطفل بقى غير ذكرى، وشويه بشويه العزله ما بقاش غير صدفه وصافي، ولكن ولات اختيار. الباب مسدود والضوء طافي والتليفون ساكت، وداك الصوت اللي عندي لداخل وسط راسي كان كيهضر بزاف. دازت السنين وقلت خاصني نتبدل، قريت وشديت الباك ديالي وحاولت نبدا من جديد ونقلب على شي خدمه. ولكن الواقع كان قاسي، كل باب كندق فيه كيتسد في وجهي، وكل فرصه كنلقاها كتمشي وكتضيع مني. وبدا داك الصوت كيزيد يقوى وسط راسي، ولكن هاد المره ضاعف الجهد ديالو بزاف. راك انت غير فاشل. ومن تما هربت، ماشي لشي مدينه او لشي بلاصه، هربت من الوعي لعالم المخدرات. كنت كنقول غير نسكت هاد الصوت اللي عندي لداخل وغير نوقف التفكير شويه، ولكن في بلاصه ما نرتاح غير زدت غرقت راسي كتر. واحد الليله نط وسط الظلام وحسيت باللي وجهي ثقيل عليا. شعلت الضوء ديال الطواليط اللي كان لاصق في الغرفه ديالي، وشفت راسي في المرايه. شفت دوك الهالات السوداء اللي تحت عيني بحال شي خنادق ديال الحرب، وشفت حب الشباب اللي معمر وجهي بحال الندوب ديال خيبات الامل، والجسد ديالي الضعيف بحال شي هيكل عظمي اللي خاوي من العضلات. كنشوف في المرايه وكاره راسي، وداك الصوت عندي لداخل كنسمعو وسط راسي كيقول وكيهمس: شوف هاد الملامح، واش هذا وجه انسان باغي يعيش؟ حتى من المرايه ما كرهاش تقياك. في ديك اللحظه هزيت واحد الكاس ديال الزاج كان فوق اللافابو، وضربت بيه ديك المرايه وبكل ما عندي من غضب. الزاج تشدت، ولكن الصوره ديالي بقات مشتة في 1000 طريف ديال الزاج، وكل طريف كيشوف فيا وكينعتني بالفاشل. بقيت جالس في الارض وسط داك الجاج، وايدي بدات كتسيل بالدم. ولكن الغريب هو انني ما حسيت بوالو. الالم اللي عندي لداخل كان قوى من اي جرح. من بعد هزيت واحد الكاس ديال القهوه اللي دازت عليه تقريبا شي 4 ايام. شفت فيه وبان لي خيالي وسط داك السائل الاسود الميت. مشيت بغلوح داك الكاس، ولكن حبست. قلت لراسي: هاد القهوه كتشبه ليك، مره وبارده وحتى هي منسيه. شربت منها جغمه وحده وحسيت بديك المرورة كتدوز في الحلق ديالي بحال السم. كان هذاك هو الفطور ديالي والغدا ديالي وحتى العشاء ديالي، غير المرورة. كنت كنظن بلي الاكتئاب هو مجرد حزن عابر وصافي، سحابة غادي تدوز ويرجع الصيف لحياتي. لكنني لقيت راسي غارق في واحد البير ما عندوش القاع. كنت كنفيق كل صباح وبحال هاز جبل فوق كتافي، والضوء ديال الشمس كان كيضرني في عينيا، والضحك ديال الناس كان كيجيني بحال شي لغه غريبه ما بقيتش كنفهمها. وسط ديك الروينه ديال الافكار هزيت التليفون ديالي ودخلت الموقع ديال ريديت، وكنقرا على الناس اللي كاتبين المعاناه ديالهم على الاكتئاب. ولقيت واحد الولد سميتو احمد، كان يلاه بدا كيتعالج من الاكتئاب، وكان كاتب: ما تخليهمش يدخلوك لذاك الغار،
انا هربت منه غير بالدواء. وانت اللي كتعاني دابا من الاكتئاب تقدر تهرب منه، ولكن بقلبك. قريت داك السطر وعاودته، وواحد الدمعة ما حسيتش بها هبطات، دارت طريق وسط الغبار اللي كان في وجهي. ورجع داك الصوت في وسط راسي عاوتاني كيهمس ليا: احمد غير كذب عليك، هو لقى الدواء، انت ما لقيتي حتى راسك. لحت التليفون من ايدي، ولكن داك السطر بقى كيدور وكيدق في الدماغ ديالي بحال شي جرس وسط من قنازه. وانا جالس في داك القنيت المظلم في البيت ديالي، حسيت باللي هاد الالم واصل لواحد الدرجه اللي ما كيتصورهاش العقل. وتما سولت راسي: واش هاد الوجع كامل غادي يضيع غير هكاك؟ واش هاد الحساسيه المفرطه وهاد الغرق في التفاصيل غادي حتى هو غير هكاك؟ وفي واحد شويه كيفيقني واحد الصوت من السهوه ديالي. سمعت دقات خفيفه على الباب، كانت الوالده ديالي. ما كانش كتدخل لبيتي، حيت عرفت باللي هاد البيت ولا منطقه محظوره، وهي تقول بواحد الصوت مبحوح: وليدي، درت ليك الحريره اللي كتبغي، راني حطيتها لك قدام الباب. بقيت ساكت، ما قدرتش نجاوبها، وكنت كنسمع الخطوات ديالها وهي كتغادر وكتبعد، وكنحس بكل خطوه بحال شي خنجر كيتغرس في قلبي. نط من بعد، فتحت الباب بشويه ولقيت الزلافه ديال الحريره تما، والبخار كان طالع منها كيرسم اشكال في الظلام. شميت ديك الريحه، وفي ديك اللحظه حسيت باللي الحب هو اضعف حاجه ممكن يواجهها المكتئب، حيت كيحس باللي ما كيستحقوش. ورجعت لحيت فوق الفراش ديالي، كمشت على راسي بحال شي جنين في بطن الحوت. سديت عيني وحاولت نوقف الزمن. هذا كان البيت ديالي والزنزانه ديالي الرماديه، فين الثواني كدوز بحال القرون، وفين الامل يتخنق تحت ريحه القهوه البارده والصوت ديال الشتاء اللي كيقتل. وداك الصوت اللي عندي لداخل ما كيسكتش، الصوت ديالو ماشي صراخ، ولكن هو همس، واحد الهمس بارد بحال الموس اللي كيدوز فوق الجليد. علاش كتحاول تفتح عينيك؟ السقف اللي كتشوف فيه هو السقف الوحيد اللي غادي يقبل بيك. برا كاينه حياه انت ما عندكش فيها بلاصه، انت بحال شي غلط مطبعي في كتاب زوين، الوجود ديالك كيشوش على المنظر. وانا كنحاول نغطي ودني ونتجاوب مع داك الصوت. انا انسان، عندي احاسيس وعندي قلب وعندي حتى احلام. احلام؟ احلام كتحتاج الروح خفيفه، وانت روحك ثقيله بحال الرصاص. شوف ديك المرايه مره اخرى، شوف واش كتشوف دوك العينين؟ هذوك ماشي عينين، هذوك ثقوب سوداء كتاكل اي شعور زوين كيقرب منها. بقى انا احسن ليك في داك السرير المغموم، تما فين كتنتهي الحقيقه وكيبدا العدم. وملي كانت الخنقه كتوصل ليا العظم، كنت كنلبس حوايج واسعين وكنغطي راسي بالقب بحال الا باغي نختفي وسط الثوب. كنت كنخرج وكنتمشى في الدرب وانا حاني راسي، كنشوف غير في الصباط ديالي، حيت كنت كنخاف تجي عيني في عين شي واحد يقرا فيهم العار اللي كنسكن فيه. وكنت كنمشي لواحد القهوه في الدرب، بلاصه عامره غير بالدخان ديال الكارو والصداع ديال المعالق ديال السكر وسط الكيسان. وكنت كنختار ديما واحد الطابله في واحد القنية مظلم بعيد على الشرجم. وواحد نهار مشيت ديك القهوه وحطيت قدامي كاس ديال نص نص، بقيت كنشوف فيه البخار كان طالع كيرسم واحد الدوائر صغيره في الهواء. وهزيت ايدي اللي كانت كترعد وبديت كنحرك في السكر. في ديك اللحظه طاحت واحد الطفيه ديال الكارو اللي كان في ايدي، طاحت وسط داك الحليب البيض. شفت فيها وهي كتنتشر وكتفسد داك اللون الصافي، وتما حسيت باللي هذيك الطفيه هي انا هو داك الرماد اللي جا وخسر داك الصفاء ديال العالم. بقيت كنشوف داك الكاس وما قدرش نذوقو، حيت حسيت باللي حتى القهوه ما بقاتش كتحملني. وقدامي كان جالس واحد الراجل كبير في العمر، لابس واحد الجلابه قديمه ومسند على العكاز ديالو.
ووجهه كان عبارة عن خريطة ديال السنين، تجاعيد غارقة كتحكي على الشقا وتمارة وعلى العمر اللي داز. ولكن شاف صاحبه اللي كان جالس معاه وبداو كيضحكوا، وشفت واحد اللمعة في وسط عينيه، اللمعة ديال الإنسان كيحس باللي عنده علاش يفيق في الصباح. شفتي داك الشارع ضيع كل شيء وباقي كيضحك، وانت عندك كل شيء وضيعتي نفسك. شفتي شحال نتايا مثير للشفقة؟ تما كنت باغي نوض ونمشي عند داك الراجل ونشد فيه ونقول ليه اعطيني غير نهار واحد من ديك اللمعة اللي فاشية وسط التجاعيد ديالك. وقدام القهوة دازو دراري صغار كانوا خارجين من المدرسة كيجريو وكيضحكوا، واحد فيهم طاح ونوضو صاحبه وهو كيضحك. ديك الطاقة اللي كانت عندهم كانت بالنسبة لي بحال شي لغة فضائية، وكنت كنستغرب كيفاش كيقدروا يضحكوا بهاد السهولة. واش ما عارفينش باللي العالم كيوجع؟ وملامح الناس في القهوة بدات كتبان لي بحال شي لوحات زيتية قديمة، الألوان باهتة والوجوه ممسوحة. حسيت باللي أنا كائن شفاف، لدرجة أن السرباي جاو حط الصينية فوق الطابلة ديالي بحال إلا ما كاين حتى شي واحد جالس تما. وواحد القطة صغيرة حالتها حالة جات جهة رجلي وبدات كتمسح فيا، كانت كتقلب على الدفا أو على شي لقمة ديال العيش. في ديك اللحظة حسيت بواحد الرابط غريب بيني وبينها، هبطت يدي وحاولت نقيسها، ولكن في مجرد ما قربت منها هربات وهي كتغوت. حتى من المشاش كيخافوا من الروح المظلمة ديالك، انت كتنشر الخوف والبرد فين ما مشيتي. جريت ايدي وبقيت كنشوف فيها وهي كتهرب، وحسيت باللي حتى الطبيعة كترفضني. وبدات الشمس كتغرب والضوء ديال الزنقة بدا كيشعل. داك الضوء الصفر كان كيبان لي بحال شي عيون ديال شي وحوش كيراقبوني. نط بسرعة، خلصت السرباي وخرجت كنجري الغرفة ديالي الرمادية، حيت تما واخا العذاب كنت كنحس باللي تما فين كينتمي لا وجود ديالي. واحد النهار مشيت للسوق باش نتخالط مع الناس ونسى الهم شويه. مشيت للسوق والزحام كان بحال المواج، الناس كتدافع، العيالات كيتغاوتوا على الثمن، وريحه النعناع مخلطه مع ريحه السردين وريحه التراب اللي كانت فوق الخضره. وسط هاد الضجيج كامل كنت انا واقف بحال شي صخره وسط الواد، كلشي كيدوز عليا وانا حابس في بلاصتي. وقفت قدام واحد الخضار وبقيت كنشوف في واحد الصندوق ديال المطيشه، كانت حمرة بزاف لدرجة أنها بانت لي مستفزة. بقيت كنشوف دوك الحبات ديال المطيشة وكنفكر كيفاش هاد المطيشة دازت من التراب والماء والشمس حتى ولات هكا، وكيفاش أنا اللي عندي عقل وروح ما قدرش نكون بنص الحيوية ديالها. ومن بعد بقيت دارج في السوق وكنتمشى، ومشيت عند واحد الشيباني كيبيع الكتوبة. بقيت كنشوف دوك الكتوبة، ما هضرتش معاه، بقيت غير كنشوف. في واحد اللحظة وقفات واحد البنت آية في الجمال، وقفات وشميت ريحة بارفان خفيفة خلاتني نحس باللي أنا في واحد العالم اللي نقي بزاف على السواد اللي ساكن فيا لداخل. شفت فيها وحدرت عينيا وبقيت غير كنسمع الصوت ديالها داوية مع داك الشيباني. في ديك الوقيته كنت كنحس بواحد الصراع رهيب. عادل، تحرك دير شي حاجة، جرب تكون إنسان عادي، جرب تهدر مع هاد البنت، يمكن هاد الحصار يتفك. وديك البنت كانت هادئة بزاف، كتشوف دوك الكتوبة بواحد الرقة اللي خلاتني نتخيل باللي هي المنقذ ديالي. قلت هذه هي اللي غتفهمني، هذه هي اللي غتخرجني من هاد الظلام اللي أنا عايش فيه. شرات واحد الكتاب وتمات غادا، وأنا تمشيت جهتها، ورجليا كانوا كيضربوا في بعضياتهم، وقلبي كان كيدق بحال شي طبل. بقيت تابعها وهي توقف في واحد الزنيقة، وبدات كتقلب في الصفحات ديال داك الكتاب اللي شرات. انا زعمت ومشيت لعندها وقلت لها بواحد الصوت اللي كيترعد وواحد الحلق اللي ناشف: سمحي لي، شفتك كتشوفي في هذا الكتاب، واش كيعجبوك الكتوبه بزاف؟ وهي حبست الحركه ديالها، ما شافتش فيا كاع، هبطات داك الكتاب ودارت عندي بشويه، شافت فيا من الفوق لتحت،
واحد النظرة داز على الكابيتشو ديالي وعلى وجهي اللي كان تعبان وعلى عيني اللي كانوا كيهربوا من عينيها. كانت واحد اللحظة ديال الصمت حسيت فيها باللي الميكروبات ديال الاكتئاب ديالي بداو كيتشافوا كيوضحوا للعالم، وهي تقول لي بواحد الصوت اللي بارد وقاسي خالي من اي رحمة: وي، شكون نتايا وعلاش كتهضر معايا اصلا؟ وانا في ديك اللحظة تزيزنت ووجهي سخن وحسيت بالكرة ديال الوجع طلعت لي الحلقي. انا غير بغيت، وهي تقاطعني بواحد الشوفة ديال الاحتقار وهي تقول لي: شوف، انا ما عنديش الوقت لهاد الحركات، سير شوف شي وحده من المستوى ديالك وما تبقاش تبرزط بنات الناس. ديك الجمله ديال سير شوف شي وحده من مستواك كانت بحال شي موس ماضي ذبح لي كاع داك الامل الصغير اللي بنيته في ديك اللحظه. حسيت باللي الناس اللي كانوا في ديك الزنقه كلهم دوروا وجههم لعندي وكيضحكوا عليا بصمت. حسيت باللي المستوى ديالي بالنسبه ليها هو القاع. خرجت من ديك الزنقه والدموع ديالي حارقين عينيا، ما بقيتش كنشوف الطريق وكنجري وسط الزحام والناس كيضربوني بكتافهم، وانا كنحس براسي واحد الكائن منبود من كاع الارواح الجميله في هذا العالم. دخلت لبيتي وسديت عليا بالسارود 2 مرات وطحت ورا الباب، نفس الطيحه، ولكن هاد المره الوجع كان مضاعف بزاف، لدرجه هنا داك الصوت اللي كنت كنسمع وسط راسي هاد المره تجسد قدامي وشفته مريح فوق السداري كيضحك عليا وداوي معايا. شفتي شنو قلت لك باغي تلعب دور البطل، انت غير مسكين. يحسب لك باللي ريحه الموت اللي فيك غتخبيها بجوج كلمات. البنت شافت الحقيقه ديالك اللي مخبيها تحت من الجلد ديالك، شافت باللي انت لا شيء والو. وانا كنبكي بواحد الحرقه. انا غير بغيت نكون عادي، غير بغيت نحس باللي كاين اللي قبل بيا. حتى حد ما غادي يقبل بيك، انت المستوى ديالك هو القاع كيف ما قالت لك. رجع لظلامك، رجع لهنايا. هذا الحيط الرمادي هو الوحيد اللي ما غاديش يقمعك، حيت هو اصلا بحالك ميت. هزيت المرايه مره اخرى وشفت وجهي اللي كان عامر بالدموع مخلطه بالدم ديال حب الشباب اللي جرحته بايدي من كثره الغضب. تما تيقنت باللي الخلايا ديالي مريضه بزاف وباللي العالم برا ما فيهش منقذ. المنقذ خاصو يخرج من وسط هذا الانكسار او لا غنبقى في هذه الحاله للابد. ملامح وجهي ولات هي العدو الاول ديالي. حب الشباب ما كانش مجرد حبوب وصافي، كان كيبان ليا بحال شي براكين ديال العار. كنت كنقضي ساعات طويله قدام المرايه كنحاول نقتل دوك الحبات بايدي حتى كيبدا يسيل الدم، وكتولي الحاله اسوأ بزاف. وليت كنحس باللي وجهي خريطه ديال الوجع وكل نقطه فيه هي ذكرى ديال ليله ما نعسش فيها كاع. وباقي كنعقل واحد المره في القسم أستاذ طلب مني نوض للسبورة. ديك اللحظة حسيت بلي الأكسجين تقطع. نط وأنا حاني راسي وسمعت واحد البنت في الطاولة اللور كتهضر مع صاحبتها بواحد الصوت خافت وهي تقول ليها: يا لطيف، شوف وجهو كي داير. ديك الجملة كانت كافية باش تخليني ننسى كاع الدروس. وقفت قدام السبورة والطباشر في ايدي كيترعد وما كتبت والو. بقيت واقف تما بحال شي تمثال ديال الثلج كيدوب تحت النظرات ديالهم. وهنا ولا الكابيتشو هو الدرع ديالي. كنت كنلبسو صيف وشتا، كنغطي راسي بالقب وكنجر السيور ديالو حتى ما كيبقى يبان مني والو من غير عينيا. وكنبقى داوي مع راسي وكنقول انا هكا احسن، حتى حد ما غادي يشوفني. كتكذب على راسك، انت كتخبي وجهك، ولكن ريحه الفشل ديالك طالعه من تحت الثوب. راك كتلفت الانتباه بهاد التخبيه ديالك اكثر ما كتخبي وجهك. كنت كنشوف الدراري مجموعين كيضحكوا وكيهضروا على الماتشات اولا كيحاولوا يبانوا قدام البنات. كنت كنشوفهم احياء وانا ميت كيتمشى وسطهم. كنت كنسول راسي ديما واش كاين شي حد فيهم كيحس بهاد السواد اللي كنحس بيه او لا انا بوحدي لي هكا. اما بالنسبه للايام ديال المناسبات بحال نهار العيد،
الناس كتفيق على الصوت ديال التكبيرات وريحة البخور والبهجة، وأنا كنفيق على نفس الجبل اللي حاطو الوحش فوق صدري. والدار كانت كتكون عامرة، الصداع ديال الدراري الصغار والضحك ديال الأعمام والأخوال كتوصل حتى لبيتي، وريحة الشهيوات اللي مخلطة مع ريحة العيد. بالنسبة ليا هاد الصداع كان بحال شي مسامر كتدق في راسي. وواحد النهار كنت مكمش تحت الغطاء، لابس الكابيتشو ديالي واخا السخونية، ولكن كنت بحال باغي نختفي وسط الفراش. تحل الباب غير بشوية ودخلت الوالدة عندي. كانت لابسة القفطان ديالها ديال العيد وريحة العود طالعة منها، وهزة في ايديها واحد الطبسيل عامر بالحلوى، كعب غزال وغريبة والفقاس، كلشي داكشي اللي كان كيعجبني زمان. حطات الطبسيل فوق الطابلة الصغيرة اللي كانت حدا راسي، وجلست في الجنب ديال الناموسية عندي، وشافت فيا واحد الشوفة. اوف على ديك الشوفة، كانت خليط مر بين الشفقة اللي كتجرح والحيرة ديال الأم اللي كتشوف الكبدة ديالها كتذوب قدام عينيها وما عارفاش السبب. وهي تقول لي بواحد الصوت حنين كيقطر بالدموع: نوضة وليدي، مباشرك مبروكة، لبس حوايجك وخرج سلم على عمامك والجماعة، راه كلشي كيسول عليك. وأنا جاوبتها بلا ما نشوف في عينيها: ما قدرتش يا الوالدة، راسي كيضرني بزاف، هاد الشقيقة غتقتلني. وهي تسكت واحد شويه وهزات يديها حطتها على الجبهه ديالي، ويديها كانت بارده وحنينه، وهي تقول لي: ما عندكش السخانه ولدي، واش هذا الراس ديما كيضرك؟ من شحال هادي هو كيضرك؟ واش كاين شي حاجه اخرى؟ واش شي حد مقلقك؟ واش واقع عليك شي حاجه وحنا ما عارفينش؟ في ديك اللحظه حسيت بواحد البركان باغي ينفجر في الصدر ديالي، وبغيت نغوت بالجهد تيتزعزع الحيط. راه ماشي راسي الوالده، راه الروح ديالي هي اللي كتحرق، راه قلبي اللي ولا رماد، راه ما بقيتش كنحس بوالو. ولكن شنو غتفهم هي مسكينه من كيمياء الدماغ او للاكتئاب السريري؟ غتقول لي غير صلي ولا اقرا القران، ولا راه غير المس، وهي غرضها غير تخرجني من هذه الحفره اللي انا فيها. وانا سكت، والسكوت كان بلغ من اي كلمه. زيد واحد الحبه ديال غريبه من طبسيل وخشيتها في فمي غير باش نسكت ديك الحيره اللي كانت في عينيها. الحلوى اللي كانت زمان كتذوب في الفم، حسيت بيها في ديك اللحظه بحال الرمله، مذاق ديال التراب ناشف خاوي من اي طعم. كنت كنمضغها بواحد الصعوبه، وكانت كل مضغه كتحسسني باللي انا كائن معطل. الوالده شافت فيا وانا كنمضغ، وتنهدت واحد التنهيده طويله، وواحد الدمعه هبطات ليها بلا ما تحس، مسحاتها بالطرف ديال الزيف ديالها، وناضت وهي كتقول لي: الله يشافيك يا وليدي، الله يشافيك ويشوف من حالك. وبمجرد ما سدت الباب وخرجات، رجع الظلام لبيتي، وواخا الشمس كانت ضاويه، ورجع داك الوحش كنشوف فيه جالس في القند ديال البيت عندي وكيضحك بواحد السخريه. شفتي، حتى الفرحه ديال امك ضيعتيها. انت مجرد غيمه كحله، فين مشيتي كتغطي على الشمس. كل حلوه، كل رمله، حيت هذا هو المذاق اللي كتستحق. ورجعت تغطيت وغمضت عيني بالجهد، كنحاول نهرب من ريحه العيد ومن صوت الضحك اللي كان كيجيني من الصالون بحال شي صرخات ديال التعذيب. تما عرفت بلي العيد ماشي هو الحوايج والحلويات، العيد هو ملي كتكون الروح ديالك مصالحه مع راسها. وانا الروح ديالي كانت في حاله حرب عالميه مع كيمياء ما بغاش ترحمها. وملي زاد وصل لي الوجع لواحد الدرجه اللي مبقاش كيقد عليها لا صبر لا والو، قررت نفتح واحد الباب كان مسدود. كنت كنقلب على اي حاجه تطفي ليا هاد الدماغ، اي حاجه تسكت داك الصداع اللي كان عندي لداخل. جربت نهرب المخدرات قاصحه ديال بصح، حيت المخدرات العاديه بحال الحشيش ما بقات كدير ليا والو. في ديك اللحظه ما كنتش كنشوف راسي مدمن، كنت كنشوف راسي غريق لقى خشبه ديال الشوكه وتعلق فيها. كنت كنجلس في الظلام ديال بيتي كناكل شي حبه ديال القرقوبي، ومع اول نفس كانت الكيمياء ديال الدماغ كتلعب بيا. في ديك الثواني الاولى كنت كنحس باللي داك الجبل اللي حاطو الوحش فوق صدري صافي مشى. وكنت كنحس بواحد الخفه غريبه، بحال الا انا نيت ولي الدخان كيطير في السقف. والالوان اللي كانت باهته في الغرفه ديالي بدات كتبان ليا زاهيه،
والشق اللي كان في السقف ولا كيبان ليا بحال شي مجرة بعيدة. ولكن هاد الرحلة كانت قصيرة بزاف، غير كيسايل المفعول ديال داك المخدرات وكينزل داك الجبل فوق الصدر ديالي، كينزل مدوبل ومضاعف، وكنحس باللي الجاذبية ولات قوى أكتر، وباللي راسي غادي يتقسم، والسواد كيرجع يغطي كل شيء بدرجة أكتر من قبل. وهنا في هاد اللحظة هادي كيرجع داك الوحش بقوة أكتر. شفتي شحال زوين داك العالم تما فين كتنتمي نتايا؟ غيب، زيد غيب، غيب على هاد الواقع اللي كيرفضك وعلى هاد الناس اللي ما فاهمينكش. ولكن هادشي غادي يقتلني. كنحس باللي قلبي غادي يوقف، وكنحس براسي كنضيع. نتايا واش اصلا حي؟ انت مجرد جثة كيتنفس الاكسجين اللي ضايع فيه. على الاقل مع هاد السم كاين شويه ديال الخيال، كاين شويه ديال الالوان. الموت ديالك هنايا احسن من الحياه ديالك لهيه. وهادشي اللي عاودت لكم كامل غير لحظات خفيفة مقارنة مع داكشي اللي عشت ديال بصح. راه عشت شي حوايج لدرجة وليت كنفكر في الانتحار، ولكن داك الصوت اللي في راسي كان كيرجعني للطريق، ومبغاش يتفهم ليا الصراحة. داك الصوت مرة كيأنبني وكيزيد عليا، ومرات كيردني للطريق وكينصحني. وفي واحد الليلة من بعد سنين وأعوام ديال الضياع والتفكير السلبي، كنت جالس في الظلام ومتكي في بيتي، وكنشوف في واحد النقطة ديال الضوء داخل من داك الشق اللي في السقف ديال البيت عندي. وأنا سول راسي، علاش هاد الألم كامل؟ علاش أنا تخلقت؟ واش غير باش نتعذب؟ وهنا غادي يجيني الجواب، ولكن ماشي مني، جا من داك الشخص اللي فيا لداخل. لا، هاد الالم وهاد العذاب النفسي استغلو واستعملوه باش دير شي حاجه. وفي ديك اللحظة فهمت واحد الحاجة، بلي الاكتئاب ماشي مجرد عدو، ولكن ممكن يكون طاقة يقدر الواحد يستغلها ويخرج منها شي حاجة. وهنا بديت كنكتب، ماشي باش نبان ولكن باش نفرغ. كنكتب داك الظلام في الكلمات وكنحولو القصص. ومع الوقت اكتشفت واحد الحاجة غريبة، باللي أنا كنشوف بواحد العمق، وكنحس بتفاصيل ماشي أي واحد كيحس بها. كنفهم الآلام وكنفهم الصمت وكنفهم حتى الانكسار. الاكتئاب عطاني واحد العين جديدة، وفي وسط هاد الضياع كامل، حيت ما لقيت شي واحد اللي نعاود ليه، بدات كتبان ليا ملامح اللي غتغير حياتي من بعد. ديك المرحلة خلقت الشخصية ديال ساتو، خلقتها لداخل عندي. ساتو ستوريز ما كانش مجرد قناة، كانت هي أنا الشخص الثاني اللي كيقدر يهدر ويعبر. كنت كنجلس في الظلامة وكنبدا نخرج من الجسد ديالي، وكنشوف راسي كبطل في شي قصة. كنت كنهضر مع راسي بصوت مسموع، وكنوصف القصة بأدق التفاصيل الدرامية، بحال إلا كنكتب في شي سيناريو ديال شي فيلم. وكل مرة فاش كتجيني النوبة ديال الاكتئاب والأفكار السلبية، كنوض نكتب، كنحول الوجع للفن، وكنعمر داك الخوا بالخيال. وهنا ما تبدلش فيا كل شي فجأة، ولكن تبدلت أنا. الاكتئاب بقى هو، ولكن ما بقاش هو اللي كيسوق. دابا أنا اللي وليت كنستعمله. إلا بغيت العمق كنمشي ليه، وإلا بغيت الإبداع كنعيط ليه. دابا أنا عادل، ما كنحكيش لكم قصة عن الرعب أو المافيا، كنحكي لكم قصتي، وكنوصف لكم الخوف كيفاش كيتكور في الكرش ديالي، والقلق كيفاش كينبت في الصدر ديالي بحال الشوك. هاد الوصف كان هو الطريقة الوحيدة اللي خلاتني نسيطر على هاد الوحش، حيت ملي كتوصف الوجع كتولي انت هو المخرج، اما هو مجرد ممثل. وماشي كاع المعارك كيكون فيها الصراخ والغوات. كاين معارك كتكون ساكتة وهادئة، ولكن كتاكل فيك شوية بشوية حتى ما كيبقى منك والو. ومن بعد داك التحول الاول، من بعد ما بديت كنكتب وكنفرغ داكشي اللي فيا، ظنيت باللي غادي نرتاح، ولكن الحقيقة هادشي كان هو البداية. كنت كنفيق في الصباح، كنشد الدفتر ديالي، كنكتب، كنحس براسي شويه خفيف. ولكن ملي كنخرج نواجه الحياة، كنرجع لنفس الإحساس، نفس النظرات ونفس الرفض ونفس الفراغ.
العالم ما تبدلش، غير انا اللي بديت كنشوف بواحد الوضوح اكثر. وهذا الوضوح كان مؤلم بزاف. بعض المرات كنت كنجلس في القهوه، كنشوف الناس كيهضروا وكيضحكوا، زوج هنا كيتقاسموا نفس الضحكه، وواحد الشاب هنا كيهضر بكل ثقه، وواحد البنت كتشوف فيه بكل اعجاب. اما انا كنشوف وكنحس بحال انا خارج الاطار، بحال الى الحياه مجرد فيلم وانا غير كنتفرج. داك الاحساس ما كيقتلكش مره واحده، ولكن كيقتلك شويه بشويه. وداك الصوت اللي كان عندي لداخل اللي كان كيهدمني ما اختفاش، ولكن هاد المره تبدل، ولا كيقول لي واش غادي تبقى هكا، واش هذه هي حياتك. هاد المره ما بقاش غير كينتقدني وصافي، ولكن ولا كيتحداني. واحد النهار كنت واقف قدام المرايه، نفس المرايه اللي كنت كنهرب منها، ولكن هاد المره ما هربتش. بقيت كنشوف المده طويله وبلا رحمه. شفت العيوب ديالي، ولكن شفت حتى التعب. شفت واحد الانسان ماشي قبيح، ولكن مجروح. وهنا وقعت اول مواجهه حقيقيه مع راسي. قلت واش غادي نبقى نكرهك او نحاول نفهمك؟ انا ما درتش ثور على راسي، ما بدلش كل شيء دقه واحده، ولكن درت حاجه صغيره. خرجت غير تمشيت واحد المده قصيره، مشيت بوحدي وما كان حتى شي هدف، من غير نخرج من داك الحبس اللي كنت فيه. والقضيه كانت صعيبه شويه، الناس كيدوزوا وكنحس بالنظرات ديالهم حتى الا ما كانوش كيشوفوني. ولكن واخا هكا كملت، نهار الاول، نهار الثاني، نهار الثالث، وشويه بشويه الجسد ديالي بدا كيرجع للحياه. الاكتئاب ماشي غير احساس وصافي، الاكتئاب عاده ديال الهروب، عاده ديال البقاء في نفس المكان، وعاده ديال التفكير السلبي. وكل مره كنخرج من هاد العادات كنحس بواحد الحرب داخليه. وبعض المرات كيبدا يرجع لي داك الصوت القديم، كنبدا نسمع فيه وسط راسي كيقول لي بقى في بلاصتك، رانا احسن ليك. ولكن هاد المره ولا الصوت اخر كيشدني لقدام، كيجرني. داك الشخص اللي خلقت في الداخل ديالي حتى هو تبدل، ما بقاش غير كيبكي معايا وكينتقدني. هاد المره ولا كيدفعني، يقول لي جرب هادي، طيح ونوض، ولكن غير جرب. وهنا قررت ندير واحد الحاجه صعيبه، اللي هي نهضر. مشيت لواحد البلاصه وكان خاصني نتعامل مع الناس. الكلمات خرجوا غير بصعوبه، الصوت ديالي كان مهزوز، ولكن ما متش وما وقعت حتى شي كارثه. وهذه كانت صدمه ليا، وفهمت واحد الحاجه، بلي الخوف كان كبر بزاف في العقل ديالي، كبر من الواقع. والرفض ماشي نهايه العالم، ولكن ماشي كل شيء تقاد. كاين بعض المرات كنفيق وكنرجع للنقطه ديال الصفر، كنرجع نحس بنفس الثقل ونفس الظلام، وكترجع ليا اخطر فكره، اللي هي راه ما تبدل والو. ولكن هاد المره ما هربتش، بقيت حسيت بالالم، ما خليتوش يسوقني. وهنا فهمت باللي التقدم ماشي خط مستقيم، كاين طلوع وكاين نزول، والفرق هو واش غترجع لنفسك او لا غادي تضيع. والكتابه ديالي تبدلات، ما بقاش غير تفريغ وصافي، ولات فهم، ولات حوار بيني وبين داك الظلام. كنسولو كيجاوبني، وما وليتش قوي، ولكن وليت واعي. كنعرف انت كنطيح، وكنعرف كيفاش نوقف. كنعرف الصوت السلبي وكنعرف نجاوب معاه. وفي ديك المرحله ما كنتش وصلت للنور، ولكن خرجت من اعمق نقطه، وبديت كنطلع درجه بدرجه. وعرفت باللي الوحش ما خاصوش يتقتل، خاصو يتفهم باش تقدر تسيطر عليه. وماشي اصعب حاجه هي انك تعيش في الظلام، اصعب حاجه هي ملي كيبان لك الضوء وكتخاف تقرب ليه. من بعد داك الوعي الجديد، ومن بعد ما وليت كنفهم راسي شويه، وقع واحد التغيير صغير ولكن عميق. ما بقيتش كنكتب غير باش نهرب، بديت كنكتب باش نخلق. الكلمات ما بقاش غير ألم، ولكن ولات شكل وولات قصه. واحد النهار كنت جالس كنفكر، وجاتني واحد الفكره بسيطه، علاش ما نحكيش هاد الشيء وهاد الافكار والقصص اللي كنتخيل وسط دماغي.
ماشي نتخيلهم ونحكيهم ونعيشهم غير مع نفسي، ولكن نعيشهم حتى مع الناس. في الاول ضحكت، قلت شكون غادي يسمع ليك، ولكن داك الصوت داخل عندي رجع ويقول لي. وإلا سمع ليك شي واحد جرب، قدر يسمعك شي واحد ويفهمك. وهنا قررت نجرب. ما كان حتى شي تخطيط كبير، وما كان حتى شي تجهيز احترافي. بديت كنكتب في سيناريو بسيط، نفس الاسلوب اللي كنت كنكتب به في الدفتر ديالي من بعد ما كنعيش القصه في دماغي. ولكن هاد المره كنت كنكتب باش الكتبه ديالي تسمع. ولكن من اول مره رجعت نسجل رجع كل شيء، الخوف، الشك، داك الصوت القديم. راك غادي تضحك عليك الناس. وايديا كانوا كيترعدوا، وقلبي كان كيضرب بالجهد. حتى الصوت ديالي ما خرج اول مره. سكت وطفيت كل شيء، وقلت مازال انا ما واجدش. ديك الليله كان واحد الصراع قوي بين زوج اصوات. واحد كيقول لي ما عندك ما دير بهذا الشيء، ما كاينش اللي غادي يفهمك، رجع لحياتك العاديه. وصوت اخر كان هادئ ولكن قوي بزاف، غير جرب، ما عندك ما تخسر، واصلا ما غادي يعرفك حتى واحد، ما غادي يعرفك حتى واحد شكون انت او منين انت. وهنا رجعت كنسجل، ماشي حيت كنت شجاع، ولكن حيت عييت من الهروب. شعلت الريكورد وبديت كنهضر. الصوت كان ضعيف، الكلمات كانوا كيتكسروا، ولكن كملت حتى ساليت وسكت. وبديت كنسمع التسجيل ديالي. وهنا بديت كنحس بشي حاجه غريبه. انا ماشي مثالي، ولكن حقيقي. ودابا غتوصل للمرحله الاصعب، اللي صعب من التسجيل، كانت هي الضغط على الزر ديال النشر. الصبع ديالي بقى واقف لثواني طويله، ومن بعد نشرت القصه ديالي. الساعات الاولى ما وقعت حتى شي حاجه، لا مشاهدات لا تعاليق، غير سكات. وهاد السكات كان مخيف. من بعد جاء اول تعليق، كتب واحد الشخص: حسيت براسي في هاد القصه، شكرا بزاف، كمل راك ناضي. وبقيت كنشوف في الشاشه ديال البيسي عندي، وما صدقتش. واحد، غير واحد صافي فهمني. داك التعليق ما كانش مجرد كلمات، كان دليل باللي كاين بنادم بحالي، وحيد، كيعجبو يعيش في الخيال ديال القصص. وبديت كنشر كتر، وكل مره داك الخوف كيزيد ينقص. والناس بداو كيجيو، ماشي بزاف، ولكن كفايه باش نحس باللي كاين معنى. ومع هاد البدايه هادي جا خوف جديد، ماشي الخوف من الفشل، الخوف من تعلق الناس بيا. وإلا حبوني الناس، وإلا توقعوا مني كتر، واش غادي نقدر نكمل؟ وليت كنحس بواحد الثقل آخر، ماشي ديال الاكتئاب، ولكن ديال المسؤولية. وليت كنفكر بزاف قبل ما نكتب، كنخاف ما نكونش في المستوى، وكنخاف نرجع النقطة ديال الصفر. واحد النهار ما قدرتش نكتب، جلست قدام الدفتر والصفحات البيضين كانوا كيغلبوني، ورجع داك الصوت القديم: راك ما عندك ما تعطي. ولكن هاد المرة ما صدقتوش. سديت عيني ورجعت لديك البداية، الألم والظلام والصراع. وفهمت بلي المصدر ما تبدلش، أنا غير خاصني نرجع نسمع ليه. بديت كنوازن ماشي غير الألم ديالي، وليت كنوازن حتى الحياة. بديت كنخرج كتر، كنجرب حوايج جداد باش يكون عندي ما نحكي. الإبداع ما بقاش غير هروب، ولكن ولا رسالة، ولا جسر بيني وبين الناس. في ديك المرحلة ما وليتش غير واحد كيحاول يعيش، وليت واحد كيعطي شي حاجة ممتعة للناس. بداية صغيرة ولكن حقيقية. وعرفت باللي الضوء ماشي نهاية الطريق. ومن بعد ما وليت كنكتب وكنشارك معكم القصص اللي كنت خايل في الدماغ ديالي. وقبل ما نشارك معكم كاع القصص اللي كاتب، بغيت نشارك معكم القصة ديالي، على الأقل تعرفوا غير شوية على الشخصية ديال ساتو. ودابا غنقول لكم كيفاش كتبت هذه القصة. واحد الليلة كثرت شوية من المخدرات، حسيت بلي الحيوطة كيدوروا بيا، وباللي قلبي بدا كيدير ضربات سريعة لدرجة كنت كنسمعهم في الودن ديالي بحال شي ضربات ديال المطارق فوق التابوت. وخفت،
خفت نموت تما بوحدي وسط ريحة الغمل والرماد. مديت ايدي بغيت نشد شي حاجة وانا نطيح الكاس ديال القهوة الباردة. الزاج تهرس وشفت الدم كيسيل من الصبع ديالي. هذه هي النهاية. قصة رعب زوينة ياك؟ في ديك اللحظة ووسط ديك الدوخة نطقت كلمة وحدة: لا لا. نط بالجهد غسلت وجهي بالماء البارد وحسيت باللي ساتو هو اللي هزني. وقلت لراسي إلا كنت غنموت وأنا كنعاود هاد القصة ماشي وأنا الضحية ديالها. وديك الليلة ما كانش بحال كاع الليالي. الشتا كانت كطيح خيط من السما والريح كيصفر في دوك الشقوق ديال الشرجم بحال شي ناي حزين كيعزف سيمفونية الوداع ديال عادل الضحية. البيت كان عندي بارد ولكن الداخل عندي كان واحد البركان كيغلي. مديت ايدي بالجهد جيت واحد ميكروفون قديم كان عامر بالغبرة وفتحت البيسي ديالي ودخلت البرنامج ديال اوديشن باش نسجل. ودوك الموجات الصوتية كانوا كيبانوا لي بحال شي تخطيط ديال القلب. بركت على ريكورد بديت كنسجل. في ديك اللحظة سكت العالم برا وبقى غير الصوت ديال النفس ديالي. ما حليت الكتاب لا والو وما نقلتش هاد القصة من جوجل. غمضت عيني وخليت ساتو هو اللي كيهدر. وبديت كنهضر على ريحة الغرفة المغمومة وعلى الرفض والقميع اللي كان كيجرحني وعلى دموع الوالدة اللي هبطوا فوق من غريبة ديال العيد. ووليت كنستعمل داك الصوت العميق والمبحوح والرزين اللي عطاه لي الحزن. داك الصوت اللي الناس كيحسب ليهم مجرد ضعف. واكتشفت في ديك اللحظة باللي هو سلاح ديال الجذب مغناطيسي. وفي وسط التسجيل حسيت بالوحش اللي داخل عندي كيتزعزع. ما بقاش داك المتسلط اللي كيغوت عليا ولا كيبان لي خايف. شنو كدير؟ واش هبلتي؟ علاش غادي تفضحنا قدام الناس؟ اسكت خلاص، هاد السواد خاصو يبقى لداخل. انا ما كنفضحناش قدام الناس ولكن انا كنتحرر. انت ما بقيتيش داك الشخص اللي حابسني لداخل، انت وليتي المادة الخام. السواد ديالك هو الحبر اللي غنكتب بيه النجاح ديالي. من اليوم انت اللي غادي تخدم عندي ماشي انا اللي غادي نخدم عندك. وفي ديك اللحظة حسيت باللي الوحش صغار قدامي وتكمش ولا بحال شي قط صغير جالس في القنت. وكملت التسجيل ديالي وانا كنحس بواحد نشوة حقيقية ماشي بحال ديك اللي كانت كتعطيني المخدرات. هذه النشوة ديال الوجود. وهكا تروض داك الوحش اللي عندي لداخل. انا ما قتلتوش حيت هو جزء مني ولكن ركبت عليه. حولت الاكتئاب للاستوديو وحولت العزلة ديالي للجمهور. الابداع كان هو السلم اللي خرجت بيه من الحفرة والميكروفون كان هو العصا اللي فرقت بها البحر ديال الاحزان. انا اليوم ماشي واحد وصل، انا واحد بدا كيفهم الطريق وبدا كيتمشى فيها. كيتمشى وعينيه مفتوحين وقلب تصالح مع الظلام ديالو. واخر كلمة: انا ما ربحش الاكتئاب ولكن تعلمت نعيش معاه ويمكن هذا الشيء هو اكبر انتصار. وقبل ما نمشي بغيت نقول لكم عارف باللي هاد القصة غتجيكم كندخل وكنخرج في الهضرة ولكن اللي فهمها واللي قاستو ولو غير شوي يخلي شي تعليق زوين وما ينساش يدير لايك. اما بالنسبة للجزء الثاني ديال قصة الثعلب راه كنوجد فيه وقريب يتلاح ان شاء الله. ونخليكم دابا كان معاكم ساتو.